أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض تورتة بريوش حكاية. فكرة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم. ووصفة النهاردة بمكونات بسيطة وسهلة جدا. الفكرة كلها في تكنيك البريوش أو يعني طريقة تشكيل العجينة، وهنقدمها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة علشان تكون سهلة عليكي وتقومي تحضريها على طول دلوقتي، لأنها بجد نتيجتها هايلة جدا. بريوش خفيف زي الكيك وطري جدا وطعمه تحفة، بيدوب في البق دوب بجد. وشكله بقى انتوا اللي تقدروا تحكموا عليه. وعشان تكوني مميزة ويكون وصفاتك كلها أحلى حاجة في الدنيا، جددنا لك في الشكل والطعم بتاع البريوش بتاع النهاردة عن أي وصفة بريوش عملناها قبل كده. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتقولولي. شايفين جمالها عاملة ازاي من جوه؟ الفواكه المسكرة مع الألوان الحلوة اللي احنا عاملينها مع السكر مع الشغل بتاع العجينة طريقة لفها، بجد مخلياها روعة. شايفين وانا بقطعها طرية ازاي؟ تحفة بجد، ريحتها وطعمها وشكلها وطرية جدا. ان شاء الله بجد تعجبكم. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. في البولة بتاعت العجن هننزل بنص كوباية من الكوبايات المعيارية حليب دافي، وهنحط عليها نقطتين 3 من الألوان الغذائية، مش هنحط كتير، وهنقلب لحد ما نوصل لدرجة اللون اللي احنا حابينها. تمام. وبعدين هننزل ب3 معالق كبار من السكر، عليهم بيضة، عليها نص معلقة صغيرة من الفانيليا. وبعدين هننزل ب4 معالق كبار من الزيت، ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية طبعا. وهنقلب كل ده كويس قوي. وبعدين هننزل ب 350 جرام من الدقيق، عليهم رشة من الملح، يعني بما يعادل كوباية كبيرة من الكوبايات المعيارية ونص. وهنبتدي بقى نعجن كل المكونات دي مع بعضها، ونبتدي نحط النص التاني من الكوب الحليب المعياري واحدة واحدة لحد ما نوصل بقوام العجينة زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي تكون ناعمة وما بتلزقش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعجن شوية حلوين كده لحد ما نوصل للقوام ده. عندنا عجان هنحطها في العجان، ما عندناش هنعمل بايدينا زي ما انا بعمل كده. وبعدين هننقلها ببولة تانية كده ونسيبها بقى ايه، نغطيها ونسيبها عبال ما نعمل العجينة الفانيليا. هنحط نفس المكونات اللي احنا حطيناها في العجينة البنك، بس مش هنحط اللون. وهنقلب كده كل ده زي ما انتوا شفتوا كده. وبعدين هنضيف الدقيق اللي عليه رشة الملح ونبتدي نعجن. ونبتدي نحط نص الكوباية التاني اللي هو الحليب، واحدة واحدة زي ما قلت لكم، لأن كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، لحد ما نوصل للقوام بتاع العجينة اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو طري وما بيلزقش بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعدين هنحطها في البولة ونغطيها كويس قوي، ونسيبها في مكان دافي مظلم لمدة ساعة. تمام، لحد ما يتضاعف حجمها يعني. وفي الوقت ده بقى هنكونوا بنحضروا الصينية دي. صينية ارتفاعها مقاس 10 سنتي، طبعا ممكن تكون مش موجودة في كل البيوت، فانت ممكن تشتغلي على صينية عادي مقاس 22 بارتفاع العادي خالص، وتحطي فيها ورق الزبدة وتكوني دهناه اي مادة دهنية، وترفعيه كده عن الحواف بتاع الصينية زي ما انا عاملة. تمام. هنا العجينة بعد ما اختمرت وسبتها ساعة، هبتدي اشتغل فيها واحدة واحدة. هنا العجينة اللي هي الفانيليا طلعتها، هرش رشة دقيق بسيطة خالص كده، وابتدي افردها شكل مستطيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مستطيل حوالي 15 سنتي في 20 سنتي، طلع معاكي اقل طلع معاكي ازيد ما فيهاش مشكلة. المهم ان احنا نفرد العجينتين بمقاس واحد بنفس الشكل وبنفس المقاس. تمام. دول هنا معلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، هبتدي ادهنهم على كامل العجينة، ما يسيبش ولا حتة غير لما تكون مدهونة بالزبدة اللي احنا شايفينها دي. تمام. وهنعملها بدرجة حرارة الغرفة عشان ما تبقاش سايحة قوي، تبقى ماسكة نفسها شوية. ودول حوالي 3 معالق كبار من السكر، اللي عايز يزود مفيش مشكلة، هنفردهم برضو على كامل العجينة. ودي فواكه مسكرة بتتجاب من عند أي حد بتاع مستلزمات حلواني، ممكن تستبدليها بزبيب، تشيلي ده كله وتحطي مربى، تحطي شوكولاتة. الحشوة اللي جوه دي انتي وراحتك، المتوفر عندك حطيه. اتفقنا. وبعدين هنبتدي نرولها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. ونبتدي نقفل عليها من الجناب ونقفل الأطراف. هنفردها بسمك حوالي نص سنتي يعني 5 ملي. اتفقنا. وهننقلها بقى على حاجة كده ونخليها جنبينا، عشان لما نيجي نفرد العجينة الفوشيا أو البينك نخليها
بنفس المقاس بالضبط، تمام؟ هارُش برضه رشّة من الدقيق كده عشان تسهّل عليَّ، ومش هارُش رشّة كتير، يعني مش عايزين نزوّد دقيق عشان العجينة ما تبقاش ناشفة معانا، هي طالما ارتاحت وخمرت بالوقت اللي إحنا قُلنا عليه، هتبقى سهلة معاكِ بالفرد. هنا بعد ما فردناها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، هنقيسها كده هنلاقيها نفس المقاس بتاع الإيه، بتاع العجينة اللي إحنا عملناها الأول. هنجيب الزبدة اللي إحنا قُلنا عليها زي العجينة الفانيليا بالضبط، وندهنها على كامل العجينة زي ما أنتم شايفين. وبعدين حوالي 3 معالق سكر، ولو عايزة تزوّدي حُطّي تاني، وبعدين الفواكه المسكّرة، وعايزين نبحبح إيدينا كده في الحشوة علشان وإحنا بنلفّها زي ما هنشوف كمان شوية هيُقع منها، فإحنا عايزين يبقى في حشوة كويسة جوّه عشان لمّا يُقع منها يبقى في حشوة جوّه بعد ما نقفّلها. ونبتدي بقى نحُط العجينة الفانيليا ونرُلّها كده نلفّها مع العجينة البينك بالشكل اللي أنتم شايفينه إيه في الفيديو. الموضوع سهل خالص ما فيهوش أي صعوبة. وبعدين هنقفّل العجينة حلو أوي، ونبتدي نفردها قدّامنا بالطول كده، تمام، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهنضبّطها كده بإيدينا، وبعدين بالسكينة هناخد حوالي 2 أو 2 سنتي ونُص كده من أول العجينة. ليه بقى؟ هنحطها في نُص الصينية عشان تدّينا volume بعد ما تتخبز، يبقى اللفّات اللي أنتم شُفتوها في أول الفيديو دي بارزة كده عن سطح البريوش نفسه، تمام، يبقى فيها volume عالي كده، يبقى فيها انتفاخ من فوق كده زي ما أنتم شايفين. مش عارفة أقولها لكم إزاي. المهم هنفتح العجينة من النُص كده زي ما أنتم شايفين، وابتدي ألفّها العكس زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، تمام؟ هابتدي ألفّها كده واحدة، واحدة ورا بعضها كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وأي فواكه مسكّرة أو أي حشوة أنتِ هتحطّيها مش مشكلة لو وقع منها، إحنا زي ما إحنا متفقين إن إحنا هنزوّد الحشوة شوية عشان لمّا الحشوة يُقع منها يبقى في العجين حشوة زي ما هو، تمام؟ وهنبتدي نلفّها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، واحدة، واحدة، هي ماسكة نفسها وهتعرفي تتعاملي بيها، ما تستصعبيش الموضوع خالص، لإن هي خمرانة كويس ولازقة ببعضها من السُكّر، فهتعرفي تتعاملي بيها ما تقلقيش. وبعدين هنشيلها زي ما أنتم شايفين كده وننقلها بقى في الصينية. الصينية اللي إحنا حاطين فيها ورق الزبدة ودهنينها زيت، ونبتدي بقى نضبّطها كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، ونسيبها تخمر مرّة كمان حوالي ساعة، تمام، هنغطّيها وما نقفلش عليها أوي، لإن هي لمّا هتختمر هتملى الصينية على الآخر، فإحنا مش عايزين نحط غطا عليها يكتمها أوي يحجز التخمير بتاعها، يعني نسيبها مبحبحة كده زي ما أنتم شايفين. شايفين ما شاء الله لمّا اختمرت مَلِت الصينية إزاي؟ عشان مقاديرنا مضبوطة وكل حاجة فيها تمام، تمام؟ هندخّلها بقى على فرن حامي على درجة حرارة 170، واللي ما عندوش تايمر هنخلّيها درجة الحرارة وسط، تمام؟ وهنشغّل الفرن من تحت بس أول نُص ساعة و5 دقايق، وبعدين في آخر الوقت حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة هنشغّل الشواية. ولو حسّينا إن الوش اتحمّر وهي لسه ما استوتش، هنغطّي الوش بالفويل زي ما شُفتوا كده في أول الفيديو، أنا غطّيته بفويل عشان تستوي براحتها. وبعدين هندخّل سكينة رفيّعة أو عصاية الشيش طاووق نشوفها، لو طلعت نضيفة كده زي ما بنختبر الكيكة يبقى تمام هي كده استوت، يبقى نطفّي عليها. ونخلّي بالنا لإن كل بوتاجاز غير التاني، كل فرن غير التاني. أنا بالنسبة لي أخدت معايا حوالي ساعة إلا ربع، أنتِ ممكن تاخد معاكِ نُص ساعة و10 دقايق، ممكن تاخد معاكِ ساعة إلا 10 دقايق، فأنتِ من بعد نُص ساعة و5 دقايق تبتدي تراقبيها. وزي ما قُلت لِك ما تشغّليش الشواية عليها من أول ما تحطّيها علشان الوش ما ياخدش لون بسرعة وتكون قلبها جوّه لسه ما استواش، بالذات الناس اللي عندها نفس الصينية بتاعتي اللي هي الارتفاع العالي ده، بياخد وقت شوية علشان يدّيكِ العلو اللي موجود ده، فإحنا عايزين نخلّي النار وسط وفي نفس الوقت نولّع الشواية في آخر ربع ساعة أو في آخر 10 دقايق زي ما قُلت لكم، تمام؟ ولو زي ما قُلت لكم حسيتوا إن الوش أخد لون ممكن نغطّيها بفويل وهتستوي بقى براحتها وتبقى زي العسل كده زي ما أنتم شايفين. وبعدين بقى أول ما هنطلّعها من الفرن هندهنها بزبدة أو زبدة ومعاها مربى أو زبدة ومعاها سكر بودر، أي حاجة بتحبي تدهني بيها مع الزبدة حطيها، تمام؟ هندهنها من الجوانب وهندهنها من فوق وهنغطيها وهنسيبها ترتاح يعني لحد ما تهدى خالص وبعدين نقطّعها. ويبقى عندِك أحلى تورتة بريوش زي ما أنتِ شايفة جمالها كده. تحفة بجد، وهتدوب في بُقِّك دوب، وهتشرّفِك لو عندِك ضيوف،
ولو حتى هتعمليها لأهل بيتِك، لو عندِك مناسبة عائلية صغننة كده بينِك وبين جوزِك وولادِك وعملتيها لهم، بجد هيطيروا من الفرحة. وأنتِ نَفْسِك لمّا هتعمليها وإن شاء الله تطلع ناجحة معاكِ، هتتبسطي جدًا من طعمها وسهولتها مش صعبة خالص، بجد تحفة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو شيّروه لقرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا، ومع ألف سلامة.